مشكلة تنظيمية موجودة في الحي مع مهندس التنظيم المهندس سيد عبد المجيد، والفن التنظيم الأستاذ سيد عرفات، ودي كانت متابعة من الجهات الرقابية الرقابة الإدارية. والموضوع ده يعني شغالين فيه من فترة، والحمد لله يعني المراقبات والمتابعات يعني اسفرت ان تم الضبط امس في فندق معروف في الصحراء. طب هو كان في قبل كده اخباريات عن الموظفين دول؟ لا، هو طبعا كان في شكاوي متعدده من التنظيم في الحي، وطبعا ان في مخالفات وفي بس طبعا دايما الناس بيبقى في شكوى متكرره من التنظيم، فبالتنسيق مع الجهات الرقابيه زي ما بقول لحضرتك جهاز الرقابه الاداريه عندنا في بورسعيد تمت متابعه بلاغ معين لرخصه معينه، والحمد لله امبارح اخر اليوم كده تم ضبطهم متلبسين بحوالي ساعة الاستلام الفلوس بحوالي 6000 جنيه، وكان السيد عرفات اللي هو فن التنظيم ده معاه مبلغ مالي من العملات الأجنبية. طيب دلوقتي أنا عايزة حضرتك بس تقولي هل يعني إيه دلوقتي هم مقبوض عليهم؟ الاتجاه دلوقتي هيبقى عامل ازاي؟ لا، هو الاتجاه خلاص دلوقتي القضيه ان شاء الله اكتملت بنجاح وتسلموا للنيابه، وجاري التحقيق النهارده كان بيتحقق معاهم في النيابه. وتعاون مديريه الامن؟ تعاون مديريه الامن طبعا موجود، ولكن الشغل الاساسي كان جهه الرقابه الاداريه. انا عايزه حضرتك تتكلم معايا عن المحلات الجزء بقى بتاع المحلات المقتحمه اللي اتكلمت حضرتك قبل كده فيه في حي الشرق. هو جزء المحلات المقتحمه دي مش في حي الشرق، في نطاق المحافظه غالبا، ودي بتعاون مع الجهات الامنيه، واحنا حاصرين الجزئيه دي وعاملين بيها مذكره، وكان في جزء منها يعني خرجنا الناس منه، بس طبعا انت عارف حضرتك عشان العيد وكده، فان شاء الله بعد العيد هيبقى في استمراريه وهنخرج الناس دي وهنبتدي ان شاء الله نعملها مزاد. يعني حوالي كام محل مقتحم تم اخلاؤه؟ هو في نطاق حي الشرق في الفتره اللي فاتت ما فيش محلات، ولكن في نطاق المحافظه اعتقد حوالي 18 محل حاجه كده منتشره في الناحيه. وهل في بقى خطه تحصل كده في حي الشرق الفتره الجايه؟ بعد العيد طبعا ان شاء الله هتستمر الحملات بالتنسيق مع الجهات الامنيه وشرطه المراتب، وكل المحلات او الشقق او اي حاجه ان شاء الله مقتحمه هيبقى في تعاون، وهنخرج الناس دي وهنعرضها ان شاء الله للاستغلال بالمزايده العالميه. شكرا جزيلا لحضرتك.